بصوا معايا على الفيديو ده كده. المتحف المصري الكبير في خلل باستعمال المثلثات. المثلثات هنا ما لها اي هدف منطقي، فقط مدخلين الهويه بالغصب، انه احنا في اهرامات جنب اهرامات فلذلك نحط مثلثات. الاهرامات نفسها ما فيها مثلثات، الاهرامات كلها مكعبات. المثلثات نستعملها اذا عندنا برم، اذا عندنا اسطح مبرومه، مثل المتحف البريطاني السقف في منتصف المتحف عباره عن مثلثات، هنا استعملوها بشكل منطقي لانه عندنا هنا عنصر مبروم دائري بالنص والسقف مبروم، فما في الا المثلثات تجيبها بشكل منطقي. انت اكيد مش مصمم معماري، انت مصمم تجلطنا. بنسيب كل المباني اللي في الدنيا وننتقد مباني المصريين يا عم، طب حتى سيب الشعب يفرح. فيلا بينا شويه هندسه، وبالاثبات الرياضي والفني هنثبت ان كل الكلام اللي قاله ده غلط. وبالمناسبه السعيده دي انا بدعو كل السعوديين ان هم يزوروا اعظم متحف في العالم اللي بيضم اعظم حضاره في التاريخ، وسعر التذكره 115 ريال بس، يا بلاش والله. اولا الاستعاره الهندسيه واحترام الجوار. المتحف موجود على بعد 2 كيلومتر من عجيبه من احدى عجائب الدنيا السبعه، واللي واخده الشكل الهرمي او الشكل المثلث. وهنا يجي اصعب تحدي على المعماريين، ازاي هنعمل تصميم يحاكي تصميم وبيئه اعظم بناء بشري في التاريخ. فالشركه الايرلنديه هينيجان بينج استخدمت فكره تقسيمات المثلثات علشان تجسد وتوازي شكل الهرم وشكل الحضاره. فلما احنا نستخدم مثلثات في الواجهه ونبص له من منظور علوي شويه ونلاقي ان شكله المثلث بيبص لافق الاهرامات الثلاثه، فده 100% احسن تطبيق لاستخدام قاعده احترام الجوار والاستعاره الهندسيه. نيجي للنقطه الثانيه وهو الاساس الرياضي المتقدم. في ناس كتير لما تشوف المثلثات على واجهه المبنى تقول ان ده مجرد تصميم خارجي وحاجه بتحاكي الهويه وتحترم الجوار زي ما قلنا، ولكن اللي محدش يعرفه ان التصميم بيخدم مبدا رياضي واللي قريب من مفهوم سيربينسكي تراينجل. اشرح. بمعنى ان احنا دلوقتي لما بتكون الواجهه على شكل مثلثات ده بيدينا كامل التحكم في الكتل والظلال والتوازن البصري. فالتصميم المعماري هدفه الاول والاخير هي الراحه البصريه للمشاهد، وان انت لما تبص على المبنى من غير ما حد يقول لك تتيقن ان ده ربط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. طب تالت نقطه بقى ودي الاهم، الوظيفه العمليه. المتحف المصري الكبير مش بيعتمد كليا في اضاءته على الكهرباء، ودي معلومه جديده. فتصميم المثلثات خلى المعماريين ان هم يدخلوا اكبر كم من الاضاءه الطبيعيه، وده اولا لتوفير اكبر كم من الكهرباء، وثانيا لحمايه الاثار من الاضاءه الصناعيه. وفي نفس الوقت برضه تصميم المثلثات ما خليناش نصب الاضاءه مباشره على التمثال، لا ده ادانا فرصه ان احنا نخلق توازن ما بين الظل والضوء، فالمكان يبقى منور من غير ما القطعه الاثريه تتاذي. وفي نفس الوقت التصميم ده يخلي حاجز العين يتكسر من ان هو يشوف المبنى كتله صخريه ضخمه وخلاص. واعتقد ان الاسباب دي كفايه يعني ان احنا نستخدم المثلثات، مش دس هويه وخلاص. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.